السلام عليكم الاخوان، نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. معكم ياسين وهذا هو الفيديو الاول ديالنا في هاد لاشين. هاد لاشين الاخوان غادي يكون فيها محتوى رياضي 100%، وخاصة غتكون مواكبة المنتخب الوطني المغربي في المنافسات القارية والعالمية اللي غتكون عنده من هنا لقدام ان شاء الله. وكذلك ما نساوش الفرق الوطنيه اللي غادي نواكبوا محتواهم في المنافسات القاريه والمنافسات العالميه اللي غادي تكون من هنا لقدام ان شاء الله. فالاخوان ما تنسوناش من الدعم ديالكم والاراء ديالكم في التعليقات، باش الاراء ديالكم ان شاء الله نناقشوها في الفيديوهات القادمه. فالاخوان ندوزو ونناقشوا مجموعين الماتش اللي داز ديال المنتخب الوطني المغربي ضد منتخب النيجر. الماتش اللي داز صراحه كان صعيب وصعيب بزاف، ربحنا ولكن ربحنا بواحد الصعوبه اللي بالغه، بجوج ديال الاهداف مقابل هدف من بعد ما كانوا متقدمين علينا بهدف، واستطعنا باش اننا نجيبو التعادل ونربحو بجوج ديال الاهداف مقابل واحد. مع العلم اننا لعبنا مع منتخب اللي صراحه متواضع، ومنتخب اللي ما مأهلش حتى للكان اللي غادي تكون منظمه في المغرب الكان القادم ان شاء الله. فبطبيعه الحال كاين منكم اللي غيكون عنده راي مختلف من ناحيه التواضع ديال المنتخب النيجر، خاصة مع المقابلات اللي كان قدم قبل، وسيرتو الماتش اللي كان مع غانا. ولكن فكيف كنعرفوا فغانا ديال دابا ماشي هي غانا ديال شحال هادي، فكيمروا من صراحة من أسوأ الحالات ديالهم، من غير الفوز اللي ربحوا بخماسية، وربحوا اصلا ضد منتخب اللي متواضع بزاف. فالاخوان ندوزو ونهضروا على هذا الماتش، ونهضروا كيفاش داز، ونشوفوا المجريات ديالو، ونشوفوا الاخطاء ديال المنتخب الوطني المغربي اللي دازو. فالاخوان المستوى اللي ظهر به المنتخب الوطني المغربي كيف شفتوا، فانا غادي نبارطاجي معكم داكشي اللي بان ليا وداكشي اللي حسيت به. فصراحه انا تفاجأت بالاداء ديال المنتخب الوطني، فكنت كنتسنى واحد النتيجه عريضه وواحد الاداء اللي غيكون كبير، خاصه في لي دات فيفا اللي قبل. يعني بنينا واحد الثقه على المنتخب الوطني بالكوتشينغ ديال وليد الركراكي وباللاعبين اللي كاينين، فهما من احسن اللاعبين اللي متواجدين عندنا حاليا. فكنا كنربحوا بواحد النتائج اللي صراحه كانت نتائج اللي كبيره، خماسيه سباعيه، يعني كان ماتشات اللي دازو زوينين مع المنتخب. فهاد الماتش هذا فيه هرس الثقه اللي عندنا في المنتخب الوطني المغربي. يعني لعبنا مع منتخب اللي متواضع وما قدرناش اننا نماركيو عليه بيت. وخاصه الاخوان الشوط الاول اللي كان شوط اول صراحه كان صراحه مكفس بكامل المعنى. الاخوان سو شوط اول اللي كان ما بنيناش فيه حتى هجمه مقاده. فصراحه الاخوان الشوط الاول اللي صراحه بدون تعليق، النيفو اللي ظهر به المنتخب الوطني في الشوط الاول فهو نيفو اللي كان ناقص وناقص بزاف. اذا الاخوان شنو السبب اللي خلانا اننا نظهروا بهذا المستوى ضد منتخب اللي متواضع؟ الشوط الاول الاخوان اللي كان ما فيه ما يتشاف كيف قلنا، والشوط الثاني اللي شويه بدا شويه الميكانيزم ديال المنتخب الوطني، خاصه بعد التغييرات اللي قام بها المدرب وليد الركراكي بدخول بلال الخنوس والسيباري، اللي صراحه حركوا الماتش واحد شويه وحركوا الميليو اللي كان عندنا فيه مشكل، وما كناش كنقدروا نوصلوا كره من الميليو للخط الامامي. كان عندنا مشكل كبير، ما قدرناش نوصلوا كره. ولكن واخا هكاك الاخوان، واخا داروا دوك التغييرات وبان واحد المستوى اللي جيد، ولكن ماشي هو داك المستوى اللي كنا كنظهروا به من قبل. فالمستوى اللي كان قبل ضربنا ليسوطو ب7، ضربنا الكابون ب5، يعني الكابون اللي كانت كدير لنا عقده ربحناها ب5. ما صراحة تصدمت من المستوى اللي قدمه المنتخب الوطني المغربي. ففي الوقت اللي كنا كنقولوا عندنا مشكل غير في خط الدفاع، فتصدمنا الاخوان في هذا الماتش هذا، واكتشفنا بان عندنا مشاكل اخرى في الخطوط الاخرى. فنتمناو الاخوان ان السي وليد الركراكي يلقى حل لهاد المشاكل اللي كاينين. فالاخوان انا على ما بان لي فالطريقه اللي لعب بها وليد الركراكي فهي طريقه اللي مختلفه على الماتشات اللي كانوا قبل. كانت عندنا واحد الطريقه، واحد ستيل دو جو الاخوان اللي كان زوين، كنا كنوصلوا به للشبكه. فالاخوان على ما بان لي فالطريقه اللي ظهر بها المنتخب الوطني المغربي ولا طريقه اللعب اللي ظهر بها فهي مغايره تماما على الطريقه اللي كان كيلعب بها قبل. فواحد الحاجه اللي كنا الاخوان رابحينها هو ان داك النيفو اللي كنا كنلعبوا به والطريقه اللي كنا كنلعبوا بها فحيدناها في هذا الماتش هذا. كنا كنوصلوا الاخوان بزاف البوطو، كنا كنديروا محاولات ديال التسجيل بزاف. كان عندنا الاخوان واحد الميكانيزم في الكرات الثابته وخاصه في الزوايا وضربات الاخطاء اللي تكون قريبه، كان عندنا واحد الميكانيزم كنلعبوا به.
فصراحه انا ما بان لي حتى شي حاجه لا في الكرات الركنيه ولا في ضربات الاخطاء. ما بانش لي واحد الخطه كتلعب بها ضربات الركنيه. بانت لي الاخوان العشوائيه، كره كتصونطرا بواحد الطريقه اللي عشوائيه، ما كاينش واحد المنهج كيلعب عليه المنتخب في الكره الثابته. وهذه واحد الحاجه اللي كنا اكتسبناها في الماتشات اللي قبل. كانت عندنا افونتاج، كان ملي كيجي كورنير كتخلق به واحد المحاوله وكتقدر تسجل منه اهداف. فهاد الشيء هذا افتقدناه في هذا الماتش هذا صراحه. فإلا جينا الاخوان نشوفوا اليوم الاحصائيات ديال المنتخب الوطني ضد منتخب النيجر، فالماتش كامل الاخوان يلاه درنا 5 ديال التسديدات مؤطره على المرمى. يعني هذا رقم اللي ضعيف وكيخلع صراحه. وستة ديال الكرات الثابته اللي هما زوايا الاخوان ما استفدناش منهم كيف قلت لكم. فستة ديال الكرات ما قدرناش نخلقوا بهم فرصه اللي غادي تهدد الخصم ديال المنتخب الوطني. فالاخوان ما كانتش خدمه من ناحيه الكرات الثابته. كان عندنا مشكل في الكرات الثابته اللي ضيعناهم بزاف، عكس المنتخب ديال النيجر. في الكرات الثابته كانوا كيشكلوا علينا خطر. والكره اللي جا منها الهدف فهما سحبونا القائم الاول وحطوا واحد جوج لعابه اللي طوال في دوزيام بوطو، هزوا كره الاخوان عندهم غادي يرتقي ليها غير ضربه بالراس. يعني كتبان لك الاخوان واحد الخدمه، كتبان لك فكره. يعني سحبونا كاملين بروميير بوطو وكره تلعبت في دوزيام بوطو عند الدراري اللي عندهم طوال، حطوا جوج ديال اللعابه طوال اللور وخلونا حنا القدام. يعني كيبان لك الناس خدامين، كتبان لك فكره. حنا راه ما كانش عندنا خدمه كاع في الكرات الثابته الاخوان. شفتونا الاخوان دويت بزاف على لي كورنير. فصراحه هاد لي واحد الحاجه اللي كنا مكتسبينها شحال هادي. يعني شحال هادي كانت ملي كتجي كره ثابته ولا كيجيك شي كورنير كنا كنشكلوا بخطر. دابا الاخوان يعني شي حاجه اللي كانت عندنا قبل ما بقاتش عندنا، مشات لينا. يعني خاصنا حنا كنا كنتسناو ان المنتخب الوطني يزيد القدام، يعني ماشي يرجع باللور. فالمستوى الاخوان مستوى اللي كان اليوم ضعيف. اهم حاجه وقعت في هذا الماتش هو اننا ربحنا بجوج لواحد الحمد لله، واننا بقينا في الرياده اللي غادي تسهل علينا تصفيات ديال كاس العالم. والحمد لله الاخوان ان النيجر كانت مدخلانا في وجده، يعني مدخلانا في بلادنا. يعني كل لعبنا عندهم كان نقدروا نشوفوا سيناريو اخر. فالاخوان المستوى اللي ظهرنا به في هذا الماتش هذا، الا طحنا مع منتخبات اخرى اللي غيلعبوا لينا بنفس النظام اللعب اللي لعبت لينا به النيجر، اللي هو نظام ديال 4-5-1، وكانوا كيستعنوا بالليزيلي كيهبطوهم جوج وثلاثه كيوليو لاعبين 6 ديال المدافعين. والشيء الاخوان اللي كيسد علينا المساحات وكيمنعنا باش اننا نلعبوا لي تريونغل اللي كنا كنستافدوا منهم شحال هادي، وحتى لي زين دو ما كانوش كيتلعبوا. وكان ابراهيم دياز والياس بن صغير كانوا كيلقاو مشكل باش انهم ياخذوا كره. يعني كانوا كيرجعوا حتى اللور باش ياخذوا كره عاد كيزيدوا بها القدام، وهادشي كان كيصعب عليهم المأموريه وكيخلي دائما المهاجمين ديالنا معزولين بوحدهم في المنطقه ديال الدفاع ديال المنتخب النيجر. فالاخوان بطبيعه الحال فجميع المنتخبات اللي غادي نلعبوا معاها في الكان فغادي يرجعوا لينا اللور وغيتسناونا حنا نديروا الفعل وهما غيديروا رده الفعل. فالحمد لله ضد منتخب النيجر ما كانش عندهم شي مهاجمين اللي صراع، هادشي علاش ما صيدوناش بزاف في لي كونطر. وحتى وليد الركراكي كان دائما كيخلي اشرف حكيمي شويه اللور باش الا كان شي كونطر فكنعرفوا اشرف حكيمي والسرعه ديالو. يعني الا كان شي كونطر غادي يقدر انه يمشي يجري ويقطع الكره، فهو مدافع اللي زعما ما تقيلش، يعني مدافع اللي سريع. فاحنا الاخوان في هذا الماتش هذا صراحه كنا محظوظين اننا عندنا واحد التركيبه بشريه اللي كبيره وعندنا لاعبين اللي كواريه ديال بصح. يعني فوليد الركراكي في الوقيته اللي تضرب عليه البيت وحصل ما لقى ما يدير، فمني دار الاخوان البونتوش كيلقى اللعابه اللي كويريه، غيلقى بالخمنوس غادي يلقى السيباري غيدخلهم وغادي يقلبوا ليه الماتش وغيعاونوه. وهاد القضيه هذه ديال التركيبه البشريه كان عندنا فيها مشكل مع المدربين اللي كانوا قبل. يعني كانت عندنا غير منتخب واحد، فمني كتجي تشوف البونتوش ما كتلقاش زعما شي لاعب اللي غادي يقدر يخلق لك الفرق. فالاخوان واحد الميزه اللي كانت عندنا في لاطاك ما عرفتش علاش صراحه بدلها الناخب الوطني. فشخصيا انا التوليفه اللي كاينه ما بين سفيان الرحيمي والنصيري، فانا صراحه ما كنتقبلهاش وما كتعجبنيش. بالعكس مني كان ايوب الكعبي مع سفيان الرحيمي كنا كنشوفوا واحد التوليفه بيناتهم، واحد التجانس، خاصه انهم بجوجهم كويريه وتيلعبوا برجليهم مزيان. العكس ديال النصيري اللي خاصو يبقى يتسناك حتى تسونطري ليه شي كره عادي ماركا. ففي الوقت اللي لعبنا مع منتخب اللي المدافعين ديالهم لاكس سونطرال ديالهم بجوجهم طوال، فلقى مشكل وما قدرش انه يطوندر اي كره باستثناء واحد الكره اللي كان قاصه في دوزيام ميطا، هذيك هي الوحيده اللي كان قاصه.
اما كاع الكواري اللي تصونطراو يعني كانوا صعاب عليه، حيت لاكس سونطرال ديالهم طوال بجوج، يعني لقى مشكل تخشى وسطهم ما بقاش لاقي كيفاش يضرب كورة. يعني بحال هاد الماتشات هادو اللي كيكون لاكس سونطرال طويل، يعني سفيان النصيري ما غنستافدوش منه، بالعكس غيخصونا جوج دراري اللي غيكونوا كواريات يلعبوا برجليهم بحال سفيان الرحيمي او ايوب الكعبي. فالاخوان ندوزو لكل ما هو تكتيكي في هذه المقابله. الخطه اللي لعب بها وليد الركراكي اللي هي 4 ديال المدافعين. في ميليو التيران حط امرابط، وفي اليمين ديالو كاين عز الدين أناحي، واليسار ديالو كاين بن صغير. عز الدين أناحي اللي كيطرح واحد علامة استفهام كبيرة صراحة، فالنيفو ديالو اللي كان ضعيف وضعيف ديال بصح. في خط الهجوم الاخوان اللي كان ابراهيم دياز ويوسف النصيري وسفيان رحيمي. سفيان رحيمي صراحة للأمانة فالنيفو ديالو حتى هو هاد الماتش هذا كان ضعيف، فاللي كاينه غادي نقولوها الاخوان. انا كنت صراحه ماشي كنت من المعجبين وباقي من المعجبين ديال سفيان الرحيمي، اللاعب اللي صراحه انا كيعجبني في اللعب ديالو، يعني تيعطيك باس وكيحرر لك مساحات. من والو تيقدر يجيب لك كوفره، يقدر يجيب لك بيلانتي، لاعب هداف صراحه. اي مدرب يقدر يتمنى لعاب بهذا البروفيل هذا، ولكن في هذا الماتش هذا فكان ضعيف. فاحنا ماشي كنطيحوا من الصوره ديال سفيان الرحيمي، ولكن حنا غير كنتقدوه باش انه يزيد يخدم باش يبان لينا في الصوره اللي حنا كنتمنوا نشوفوه فيها. ويوسف النصيري حتى هو صراحه اللي كان ضعيف. فسفيان رحيمي يمكن حيت كان مولف تيلعب في لابواط الاخوان، واليوم لعب كجناح في لابواط مع المنتخب الوطني، كيلعب حسن، كنشوفوه حسن ما كيلعب كجناح. فندوزو الاخوان الفيديو اللي عندنا. فهذا هو الفيديو الاخوان. ففي اللحظه اللي تلعب الباص الاخوان كره غادي تضرب الامام الاخوان، باش غادي نتسناو دوزيام بال باش انها تطيح عندنا. فهادشي اللي غادي يوقع بالضبط، غادي المدافع غادي يقطع الكره وغتهبط دوزيام بال. ها هي هبطات كيف كتشوفوا، غتقطع الكره. سفيان الرحيمي بالضغط ديالو غادي يقدر انه ياخذ الكره. غادي يمشي الياس بن صغير، غادي يقطعوا لهم الكره ويعاودوا عاوتاني يقطعوها بواحد الضغط العكسي اللي كان فعال صراحه. فكيف كتشوفوا معنا في الفيديو، ففي اللحظه اللي غادي يقطعوا فيها الكره كيف كتشوفوا اللحظه مراوغه جميله من الياس بن صغير، غادي تهبط الكره عند سفيان رحيمي. سفيان رحيمي كان بامكانه انه يطلق الباس، يا اما يحطها الأناحي يحطها عليه باش يسددها او لا يحطها. فهو اختار انه يسدد. التسديده ديالو صراحه باش ما نكذبوش عليه، التسديده اللي كانت تسديده جيده صراحه، ولكن كانت شويه ديال التركيز. الكره مشات فوق من الشبكه وكان في امكانها انها تسجل. فالاخوان مني وقع هاد اللقطه هذه مني وقعات ف... فصراحه انا انبهرت من المستوى ديال المنتخب، وقلت الا بقينا لاعبين بهذه الطريقه هذه فغادي نعمروا منتخب النيجر. وهذا الشيء هذا ماشي زعما غير تخيلته ولا، ولكن بناء على واحد الدقيقه الاولى كيفاش دازت، يعني الكره كيفاش مشات، دوزيام بال كيفاش طاحت وتقطعات وعاودت عاوتاني تقطعات بواحد الضغط عكسي. يعني كاينه واحد كيبان لك واحد النظام ديال اللاعب. فقلنا باننا غادي نعمروا منتخب النيجر، يعني داخلين ضاغطين عليه. فمن مورا الاخوان هذيك الدقيقه ما بقيناش عرفنا شنو وقع. يعني واحد الماتش بحال برد بواحد الطريقه اللي صراحه صدماتنا، من غير واحد اللقطه اللي غادي تجي ديال النايف اكرد اللي غيسدد واحد التسديده اللي غادي تمشي للبارا. فمن غير هاد الشيء هذا فما كان حتى شي حاجه في الشوط الاول. فهاد التسديده هي غادي ندوزوها لكم دابا. فالشوط الاول الاخوان هاد الشيء هو اللي كان فيه، يعني الدقيقه الاولى داك الضغط اللي درنا وموراها تسديده ديال نايف اكرد. من غير هاد الشيء هذا فصراحه ما بانت لي حتى شي حاجه، ومستوى اللي كان ضعيف وضعيف ديال بصح. ندوزو الاخوان للشوط الثاني ونشوفوا الهدف الاول اللي سجلوا علينا في الدقائق الاولى من الشوط الثاني، ونديروا ليه تحليل ونشوفوا الفكره ديال اللاعب ديالهم اللي قدرت عليها في البدايه ديال الفيديو.
ففي الكرة الثابتة عندهم كيبان لك عندهم فكرة كيلعبوا بها، يعني العكس ديال المنتخب الوطني المغربي. الافكار اللي كنا كنديرو في الكرة الثابتة في الماتشات اللي كانوا قبل، فما لقيناهمش في هذا الماتش هذا، يعني افتقدناهم، ما كاينينش في هذا الماتش، يعني بحال الكرة الثابتة ما خدمناش عليهم، ما خدموش عليهم في التدريب. العكس ديال منتخب النيجر، جاتو كرة ثابتة وحده لعبها بواحد الطريقة اللي كتبان لك فيها خدمة، فيها فكرة، وسجلوا علينا الهدف. فكيف غادي تشوفوا في الفيديو الهدف الاول غادي نطلعوا لكم دابا. فهذا الاخوان هي الكرة الثابتة، شوفوا الطريقة كيفاش غادي نلعبوها. غادي يمشي اللعاب، غادي يرفع الكرة، كاينين جوج ديال اللعابه طوال حطوهم لينا في دوزيام بوطو وسحبوا لينا المدافعين ديالنا في بروميير بوطو. يعني شوفوا الطريقه كيفاش لعبوها. الكرة غادي ترفع، غادي تمشي اللعابه ديال دوزيام بوطو، غادي يكون واحد الارتقاء على اشرف حكيمي. راه هو كيبان لكم غادي ينقز ويرتقي على اشرف حكيمي. وبالمناسبه فاشرف حكيمي ماشي اول مره كيرتقيو عليه بهذه الطريقه وكيتسجل لنا هدف من ديك الجهه، بالمشكل ديال ارتقاء ديال اشرف حكيمي، حيث ان الكره تلعبات بواحد الطريقه اللي كاين فيها نظام لاعب، كاين فيها واحد الفكره، يعني هما دارسينها وعارفين كيفاش كتلعب، لعبوها وسجلوا علينا هدف. فالاخوان في الشوط الثاني ملي تسجل علينا الهدف وداروا تغييرات، فولينا بصراحه تبدل المستوى ديال المنتخب الوطني، ولينا كنجحوا في المثلثات وفي لي زيون دو ولاو كيدوزوا، العكس ديال الشوط الاول اللي كنا كنبغيو نلعبوا لي تريونغل كانوا كيتقطعوا وكيرجعوا علينا بلي كونتر. ففي الشوط الثاني شفنا العكس ديال الشوط الاول بدخول ديال سيباري وبلال الخنوس. صراحه اللي لعابه اللي كويريه بزاف وعتقونا، بهذا المعنى عتقونا في هذا الماتش هذا، يعني هما اللي سجلوا الاهداف بجوج، وزياده على ذلك هما اللي حركوا الميديو، يعني حتى الا كون ما سجلوش فهما داروا واحد اللمسه في المنتخب وحركوا لنا الميليو وحركوا لنا الماتش كامل. فبالرغم من هاد التغييرات اللي وقعوا فكان بامكاننا اننا نستقبلوا هدف ثاني، بحيث ان بن الصغير ملي تقطعت ليه الكره في واحد اللقطه غادي يضربونا بواحد الكونتر، غادي يمشي اللعاب كيجري واحد كونتر جوج الاخوان، واحد كونتر نايف اكرد اللي صراحه نايف اكرد اللي معولين عليه انه يكون هو السند ديال المنتخب الوطني في الدفاع، ومزراوي اللي عارفين واش يلعب في واحد النيفو اللي عالي مع مانشستر يونايتد. فلعب غادي يطيح الاول وغيطيح الثاني، غيطيحهم بجوج وغادي يمشي يجري وغادي يوصل حتى للمربع ديال العمليات وغادي يطلق كره للكاسور ديالهم. فالحمد لله ان الكره مشات عند الكاسور، يعني ما مشاتش عند شي واحد اللي حريفي كيف كنقولوا، ماشي شي واحد اللي مهاجم. كون كان شي مهاجم الاخوان كان غادي يدير واحد كونترول اورينتي، الاخوان غيكونتروليها مزيان وغي اورينتيها باش انه يقدر يسددها. فالكونترول الاخوان خان الكاسور ديالهم وما قدرش انه يكونترولها بواحد الطريقه اللي مزيانه، وحتى نايف اكرد مني هربت عليه كره قدر باش انه يغطي عليه. يعني يكون كان شي مهاجم الاخوان وصلته هذيك الكره كان غادي يدير لها واحد الكونترول ساهل غيكونتروليها ويقدر يسجلوا لنا هدف ثاني اللي غيصاحب علينا المأموريه ديال بصح. كون سجلوا علينا الاخوان هذيك اللقطه وسجلوا الهدف الثاني كنا غنلقاو مشكل كبير باش اننا نرجعوا، وحتى التعادل كنا نقدروا اننا ما نوصلوش ليه، يعني كانوا غادي يرجعوا لينا كاملين اللور وكانوا غيسدوا ديال بصح. يعني الا سجلتي تعوض راسك غتسجل هدف كاع الا سجلتي. فصراحه هذا الشيء هذا كيضر صراحه، وخاص الناخب الوطني سي وليد يلقى ليه شي حل قبل من المنافسات ديال الكان. وغادي نتسناو كاملين الاخوان المقابله ديال طنزانيا اللي غادي تكون نهار 3. فنتمناو ان هذا الشيء والاخطاء اللي طحنا فيها في هذا الماتش هذا ما نعاودوش نشوفوهم في الماتش ديال طنزانيا، يعني ما خاصناش نعاودو نشوفوهم باش اننا نقدروا نجدوا الثقه في المنتخب الوطني المغربي وفي الناخب الوطني. فالاخوان غير باش نحطوا النقاط على الحروف من ناحيه اللاعب الكاسور ديالهم ديال المنتخب ديال النيجر، لاعب اللي كيلعب في العراق، كيلعب في الدوري العراقي، يعني ماشي شي لاعب اللي كيلعب في واحد النيفو اللي عالي مع الفريق ديالو، وقدر باش انه يوقف المنتخب الوطني ويوقف الميليو ديالهم كاملين، يعني اي كره كانت كتبغي تدوز كان كيكاسيها الاخوان. ف فالحمد لله انه تبليسه وخرج ودخل لاعب اخر في بلاصتو. فربما الاخوان كون بقى هذاك الكاسور تما فهذه غير فرضيه يعني كنفترضها،
يعني يكون بقى هذاك اللعاب يعني كان يقدر انه يسد علينا، يبقى ساد علينا الماتش كامل. نقدروا الا ماركينا نماركيو الهدف ديال التعادل صافي، ما نقدروش نزيدوا هدف اخر. يعني اغلب التمريرات كان كيقطعهم، اللعاب اللي طويل، الكرات الهوائيه ما كانش كيزقلهم، التمريرات اللي كيدوزوا في الارض كان يقطعهم. وكيف قلنا فما كيلعبش في واحد المستوى وفي واحد النيفو اللي عالي، العكس ديال اللعابه ديال المنتخب الوطني، يعني كاملين كيلعبوا في واحد النيفو اللي عالي بزاف، ومع ذلك ما قدروش انهم يدوزوا عليه كره. فمني تبليسه عاد قدرنا باش اننا نماركيو هدف ونماركيو الهدف الثاني. فالاخوان ندوزو ونشوفوا اللقطه ديال الهدف الاول كيفاش دازت. فتلعبات الكره عند بلال الخنوس، تقطعات، درنا واحد كونتر بليسينغ، امرابط غادي يقطع الكره وغادي يحطها لابراهيم دياز اللي غيرفع الكره جميله، غيقيسها نصيري واحد شويه غادي يمسها وغادي تنزل في الرجل ديال السيباري اللي كيف كنقولوا ما غيعطلهاش وغادي يحطها في الشبكه. من بعد الاخوان ما تسجل الهدف الاول غادي تستمر الهيمنه والضغط ديال المنتخب الوطني المغربي. من بعد شوط اول اللي كان كارثي، الشوط الثاني الاخوان شويه شفنا واحد التحسن، واستمرت الاخوان هاد الهيمنه هادي، وقدر باش ان المنتخب الوطني المغربي يسجل الهدف الثاني. وغادي نشوفوا اللقطه مجموعين. فكيف كتشوفوا الاخوان فالهدف الثاني كان داز واحد الاون دو واعره الاخوان ما بين مزراوي وابراهيم دياز. صراحه ملي كيكون دفاع اللي متشكل بهذه الطريقه هذه، فإلا بغيتي تحلو فكيتحل بلي زون دو الاخوان وبلي تريونغل هما اللي كيقدروا يحلوه. وهذا الشيء هذا هو اللي افتقدناه في هذا الماتش. فمني درنا اون دو الدراري زوينه قدرنا باش اننا نحلو ونفكوا هذاك الدفاع، وقدرنا ندخلوا للمعترك العمليات ديال المنتخب النيجر. كره غادا ترفع من المزراوي غادا تمشي نيشان عند بلال الخنوس الرأسيه، وغيضربها بالراس الاخوان ويسجل الهدف الثاني. فالاخوان بلال الخنوس استطاع باش انه يسجل لنا هدف ديال الانتصار. انتصار اللي كيف قلنا في البدايه ديال الفيديو فهو انتصار اللي جاب واحد الصعوبه وصعوبه اللي كبيره صراحه، وما كناش متوقعين هاد النتيجه انها تكون بحال هكا. فالاخوان كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون في المستوى ديال التطلعات ديالكم، ونتمنى انه يكون لقاكم في افضل الاحوال. نتلاقاو الاخوان في فيديو جديد، وما تنسوناش من الدعم ديالكم، وخاصه الاخوان الاراء ديالكم في خصوص هذه المقابله. وما كرهتش تخليو الاسئله ديالكم في التعليقات، ونديروا الاخوان شي فيديو نجاوبوا فيه على الاسئله ديالكم كاملين ونناقشوهم ان شاء الله. فالاخوان غادي نحاول ندير شي صفحه اخرى في تيك توك الاخوان او لا انستغرام باش نبداو نديروا فيها لايفات، ونتلاقاو مجموعين في اللايفات ونحاولوا نناقشوا المواضيع مباشره ان شاء الله. كان معكم ياسين، نتلاقاو في فيديو جديد الاخوان.